ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ وحشتوني جدا جدا. النهارده جالكم بوصفه جديده وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. في الوصفه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. وحشتوني يا حبايب قلبي كتير 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 خالص. ربنا يخليكم ليا، وشكرا على الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي وسؤالكم عليا. احنا النهارده بقى ايه؟ هنعمل الطحينه. النهارده هنعمل الطحينه ب 20 جنيه. 20 جنيه ده انا رحت سالت النهارده على الطحينه والله لقيتها ب 100 جنيه. انا النهارده عامله لكم ب 20 جنيه بس. اهو بصوا، 10 جنيه سمسم ب 10 جنيه سوداني، ومكونين اتنين هناخدهم من البيت وبس. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وهنعمل كميه حلوه جدا. المقادير بقى، هنجيب كوبايه كده، اي مج عندك اي كوبايه، هتعيري من كل حاجه كوبايه كده. بصوا ب 10 جنيه وبقى منه كمان اهو. والله كده ايه، خدنا كوبايه من السمسم، نفس الكوبايه هعير بها ايه السوداني ب 10 جنيه. ملالي كوبايه من السوداني اهو. والله كل حاجه قدامكم اهو. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب المقله كده على النار، نحطها ونحط ايه السوداني بتاعنا كده بالشكل ده. هنحمص بقى ايه السوداني والسمسم كده بالشكل ده. بصوا حبايب قلبي، واخد تحميصه حلوه اهيت. نحطه بقى في طبق. تعالوا بقى نعمل السمسم مع بعض. هنحمص بقى ايه السمسم برضك بالشكل ده، وهنقلب بقى على نار هاديه كده، بيطلع بقى ايه كل الزيوت الحلوه اللي فيه. انك تقلبي كده. المكون الثالث بقى اللي هنحمصه معانا غير السوداني والسمسم، كوبايه من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عيرت بيها اهي. تمام، حمص بردك الدقيق بنفس الطريقه، اطلع الرطوبه اللي فيه وكده. انا اقول لكم بقى ايه هنعقم البرطمانات بتاعتنا ازاي. هنحط فيها الطحين. هنجيب برطمان ازاز كده، اي برطمان ازاز، ونحطه كده ايه، هنعقمه كده بالشكل ده. لازم البرطمان بتاعك يكون ناشف وكويس. احنا كده حبايب قلبي اهوت. هنجيب بقى الكبه بالشكل ده، ونحط السمسم بتاعنا بعد ما برد عشان نعمل الطحينه بتاعتنا. لو كبتك صغيره ما تقليش عليها، اعملي حبه بحبه عشان ايه الخلاط بتاعك الموتور وكده. وهنضيف بقى ايه دقيق معاها كده بالشكل ده. هنطحن الدقيق والسمسم مع بعض. انا هعمل نص الكميه واضرب نص الكميه التانيه. بصوا حبايب قلبي، انا طحنت ايه الدقيق والسمسم زي ما انتم شايفين كده، وما شاء الله مقربه لكم الكاميرا ازاي، بيبقى شكله كده عامل زي العجينه كده. هضرب بقى ايه السوداني بردك في الكب. احنا حطينا السوداني اهوت، هنضربه زي ما ضربنا ايه السمسم والدقيق. بصوا حبايب قلبي، انا طحنت ايه السوداني، شوفوا شكله عامل ازاي، تحول زي عجينه. هنضيف له اضافه كده، هيبقى معانا ايه اخر حاجه معانا ايه كوبايه الزيت بتاعتنا دي. اهم حاجه يكون ايه عباد او زيت ضاني، عشان يبقى ايه ما يعملش زناخه كده في الطحينه بتاعتنا. هناخد هنا نحط معلقتين اتنين من نفس الكوبايه، وهرجع اضرب تاني بس كده بالشكل ده عشان يتحول لي العجينه السوداني ده. احنا كده حبايب قلبي اهوت. بصوا شوفوا السوداني تحول لايه بين معلقتين الزيت، تحول زي عجينه كده. تمام، نشيل بقى الكبه كده ونجيب شفشه الخلاط. احنا كده حبايب قلبي اهوت. هنحط بقى الدقيق والسمسم اول حاجه كده مع بعض، كل ده هنضربه في شفشه الخلاط. شوفوا قد ايه سهله وبسيطه، ما خدتش مننا وقت ولا اي حاجه. وهنوفر بقى كيلو الطحينه ب 100 جنيه، لا احنا هنعمله بايه ب 20 جنيه. هنحط بقى ايه ده السوداني اللي احنا طحناه. احنا كده حبايب قلبي اهوت حطينا كل حاجه في الخلاط. هننزل كده ايه بكوبايه الزيت بتاعتنا سرسوب سرسوب. بصوا حبايب قلبي اتحولت لطحينه اهي. شوفوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. هضربها تاني لغايه ما تنعم معايا خالص. بصوا حبايب قلبي بقى، احنا ضربنا الطحينه بتاعتنا، نحط لها نص معلقه من الملح كده بس زي مضه حافظه كده، وارجع ايه اضرب الطحينه بتاعتي. احنا كده البرطمان اللي احنا عقمناه يا حبايب قلبي، هنحط بقى ايه الطحينه بتاعتنا. شوفوا بقى السمك بتاعها عامل ازاي. شوفوا بقى اللهم بارك، ايه الجمال والحلاوه دي. شوفوا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. عملنا كيلو الا ربع ب 20 جنيه يا جماعه، يعني كان عايز ربع كيلو والبرطمان ده يكمل يبقى كيلو. شوفوا ما شاء الله عامل ازاي، تحفه. يا رب تعجبكم بقى يا حبايب قلبي، وتجربوها. اكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم فيها ايه. شوفوا ما شاء الله الطحينه عامله ازاي. تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس، تكوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.